بذمتكم مش ديت الصوره اللي لما تيجي تسطب ويندوز 7 بتلاقيها على الديسك توب؟ بذمتكم مش نفس الصوره؟ مفيش اختلاف، مفيش اي اختلاف. شوفوا انا خايف اكله الصراحه، بس اوعى تعضني وبحياه ابوك. غلبان قوي كده، تحس انه مثقف دارس في مدرسه لغات. شوفوا هي ديت القريه اللي انا وصلت لها. المكان ده مش مخيف؟ عارفين ايه اكتر حاجه فيها عبث في الموضوع؟ لما بقى ماشي بعزه وفجاه الاقي عربيه تسلا او رانج روفر بتوسع لي عدي. مش عارف هو في ايه هنا. هنا بيبيعوا كراتين البيض، بس بعتقد ان هنا بيبيعوا البيض. هو في العموم مفيش حد هنا. عربيات تسلا، فلاحين هنا ايلون ماسك في نفسهم. يعني تخيلوا الساعه دلوقتي 9 بالليل ومفيش بشر. الجنه من غير ناس ما تدس. لا والله تداس، عشان ده جنه. انا لو ما مشيتش من المكان هخلص القرز اللي فيه. طبعا يا شباب خدت السكوتر عزه ودلوقتي لسه خارج من البيت بتاعي. مفيش وقت للاسف ان اعمل مقدمه، فقلت اعملها وانا راكب الاسكوتر. فما علينا، انا دلوقتي هتجي على قريه جنب اسمها ارجستا عشان خاطر نتفرج على غروب الشمس ونعمل كده ايه فلوج كده عشوائي بالسكوتر عزه زي ما انتم طلبتوا مني ان نعمل سلسله. فديت يعتبر السلسله رقم 2، فلو عجبتكم عرفوني ونعمل الثالثه والرابعه. صدقوني هتنبسطوا قوي برضه. شوفوا ما شاء الله على كميه الخضار اللي في كل مكان. البلد الوحيده اللي كل ما امشي في شوارعها الاقي شجره. الشجره يعتبر جزء من ثقافتهم هنا. تخيل زي الاكل. البيت ده موجود واحده ست كبيره في السن، كانت تشوفني بصور قبل كده فلوج هنا، جات لي قعدت تفتح معايا حوار قسما بالله كأن استخبارات المانيه. انت بتصور ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت مش عارف ايه. حاسس ان امي بيتحقق معايا، عايزه ايه مني مش عارف. شوفوا المنطقه دي هاديه ازاي، جنب بيتي بحوالي دقيقتين بس موت رجل. يعني تقدر تقول مش عايشين فيها غير بس الفلاحين او الناس اللي بتروح تشتغل في مصانع وبترجع تركن عربات هنا. يعتبر مكان الراحه. دي برضه حديقه تانية جنب بيتي بحوالي 3 دقائق موت رجل، او نقدر نقول 3 دقايق موتو سكوتر. يلا ما علينا، خلينا نكمل مشوارنا. حاسس ان هلبس في حد دلوقتي اويلي. والحب جاني خدني وناداني. عارفين انا وقفت ليه؟ عشان بس اوريكم حاجه. المانيا بمشي فيها كل كام خطوه ولا يافطه تقول لك امشي يمين، يافطه امشي شمال. لو الواحد ما خدش باله هو ماشي بالاسكوتر، خدوا بالكم الاسكوتر زي العربيه بالظبط. الغرامات اللي انا ممكن اعملها ممكن تاثر على الرخصه بتاعتي. لو قطعت اشاره مرور فده يعتبر نقطه وهتضاف على الرخصه كاني سايق عربيه. فعشان كده لازم التزم بالمرور وكل حاجه. وكمان السكوتر عزه يعني عامل لها نمر. شوفوا عملت لها نمر في الفيديو اللي فاتت. حبيبتي يا عزه. عارفين ايه اكتر حاجه فيها عبث في الموضوع؟ لما بقى ماشي بعزه وفجاه الاقي عربيه تسلا او رانج روفر بتوسع لي عدي. يعني شوفوا قد ايه عزه ليها قيمه. العربيه التسلا دي جايه هنا عشان تركن وتشحن كهرباء. بقى حلو جدا موضوع تحويل الكهرباء ده. في كل مكان تمشي لازم تشحن العربيه بتاعتك. بس انا ما بحبش العربيات الكهربائيه دي، بتمشي 60 كيلو في الشحنه. لو فصلت مني هشيلها وارجع بيها. يعني هي شايلاني دلوقتي فممكن بعدين انا اشيلها. يعني سبحان الله الجو الصبح اصلا كان حر وفجاه قلبتها مطر، بدات الرطوبه تتعدل شويه. فانا اللي مستغربه الصراحه الجو ده غريب عجيب. ده شارع مخصوص للمشاة وفي نفس الوقت للسكوترز والعجل. ما ينفعش المكن يمشي من هنا خالص او اي حاجه بموتور بشكل عام بتحرق بنزين او غاز. لازم تمشي من على شارع العربيات. ده مش طريق سريع، لا بيقول لي تمشي 70 كيلو في الساعه بس. ما اعرفوش ان عزه ما بتمشيش غير 20 كيلو في الساعه، يعني بطيئه. ما علينا، القريه اللي احنا رايحينها دلوقتي هي موجوده على جبل، فاحنا بنقدر نشوف غروب الشمس بشكل احلى. واوريكم برضه منطقه ريفيه حلوه فيها فلاحين كتير وكده، بس ما فيهاش بشر. مش عارف اذا فيها بشر ولا لا. فانا بعتبرها دي ارعب قريه اصلا بزورها. بيرموا هنا الاسكوترات بتاعتهم للاسف في الشوارع. دول بيكونوا جايين من مشاوير اذا كان من المدارس او مثلا من مدن ثانيه من الشغل، فياخدوا الاسكوتر ويرموه هنا. بيجي بقى اصحاب الاسكوترات دول اللي بيأجروه، طبعا بيكون في نظام الGPS بيتتبعوه لحد ما يجي وياخدوه بالعربيه ويرجعوه المدينه اللي هو جابها منها. مندن على الشمال، اذا نطلع على الشمال بنها على طول. اديها يا حبيبي. طبعا هيجي واحد يقول لي احمد انت ليه وقفت في نص الطريق وسده؟ طبعا الطريق اصلا ما فيهوش حد، بس انا وقفت هنا مخصوص عشان خاطر اوريكم ان ده نهر الرور اللي احنا اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات، اللي قلت لكم اكتر من 100 سنه كان نهر وسخ وقذر جدا. شوفوا بقى جماله عامل ازاي ونظافته والمساحات الخضراء اللي حوالينه، مكان قمه الروعه. بس عايز اقول لكم ان اثناء بقى فتره المطر كده فبتبدا منسوب الماء هنا يرتفع بشكل كبير جدا. واحيانا لو انتوا شفتوا الطريق اللي متسفلت هناك ده عليه الحالات بيحصل فيضانات، بتبقى عباره عن كلها ميه. الميه بتبقى مغطيه المساحات اللي انتوا شايفينها ديت في الشتاء. اوف، كائن فضائي بدا يطلع اهو بسبب الغيام. انا اتمنى ان الغيام يروح عشان نتفرج على غروب الشمس بشكل اوضح. ليه؟ لان انا حاسس ان الغيام هيفضل موجود. فما علينا، نعمل اللي علينا واحنا رايحين نستكشف رحله استكشافيه بعزه. رغم ان المنطقه ديت ريفيه بالكامل مش منطقه سياحيه، بس عايز اقول لكم ان 99% لما تمشي في الاماكن ديت تلاقي سكانها حوالينها لا كافيه لا مطاعم. يبداوا يستثمروا في بيوتهم هنا بشكل ايجابي. ده طريق
عمومي بيوديك على الطريق السريع وكده، فمش منطقه سياحيه. بس شوفوا شكل اصلا المطعم ده عامل ازاي، او البيت اللي موجود في المطعم ده بالطربوش ده. ايوه كده، شوفوا العربيات كلها بدات تقف لعز احتراما وتقديرا ليها، يعدوني وبعدين هم يعدوا. شكرا يا حاجه، ميرسي. شوف احنا طالعين على الحته المايله ديت، شوفوا الست جميله، لازم الكل يحترمها. الو، جايبين كلابهم ويمشي بهم في الشارع. يلا قوم. الحته المايله دي بتاخد شحن كتير قوي. وقفت هنا علشان اتفرج على مصلح العجلات، والمكن ده مكن موجود بقى قديم جديد، زمان شايفين كلاسيكي كانوا يستخدموه زمان الالمان، زمان شايفين كده. ده ايه بدون خوذه، دلوقتي اللي خوذه اجباري. كمان ده عجل بيصلح عجل. بس المكان ده ولا مره في حياتي جيت مشيت من عنده الا لما الاقيه قافل صبح ليل. ما تقوليش الجو دلوقتي الساعه 7 فيمكن قفل، لا انا عايز اقول لكم ان انا باجي دائما الصبح هنا امشي اتمشى في المكان ده دايما الاقيه قافل، فربنا يصلح حاله. بس اعتقد ان هو مكان مهجور اصلا، اصبح كديكوريشن وكده، لان شوف الوساخه اللي موجوده في كل مكان. انا مال ابويا مش عارف. يلا امشي. شوفوا هنا ممكن احط يورو ويخرج لي الكرة المطاطة للأطفال دي، ودي برضو ممكن اخد منها فيها البان بنكهات مختلفة ب20 سنت، احط ويطلع لي الكرة، اخد اللبان واقعد العب كده بالكرة كأني طفل. الست ديت بتعرف تحلق، هي عاملة اس بيلدونج او عاملة ماستر، فاتحة لها محل هنا باسمها بتاع حلاقة، يجوا كل سكان القرية الريفية ديت يحلقوا عندها. وعايز اقول لكم ان الحلاقين النسائيين هنا بشكل عام بياخدوا فلوس من النساء كتير، عشان انتوا عارفين النساء بيتطلبوا حاجات كتير قوي للميك اب، الحلاقه، كل ما هو تجميل للشعر، فيدفعوا كتير. احنا الرجاله نحلق شعرنا، شعر وش دقن، كل حاجه ممكن تكلفنا 20 30 40 يورو. النساء ما شاء الله ممكن يتخطوا ال 100 يورو، فدول لوحدهم محتاجين بنك. وانا دلوقتي النهارده بتوصل للقريه المرعبه اللي عدد سكانها تقدر تقول صفر كده، ان ما بلاقيش اي حد في الشارع، فانا بحب اقف في كل مكان عشان ده محتوى استكشاف وكده. فما علينا، هنا شوفوا هتلاقينا موجود كرفان. الكرفان ده طبعا لا يكون تبع صاحب البيت او ناس تانية جايين يناموا في الكرفان ده، ولكن مأجرين حته الارض دي من صاحب البيت. شوفوا هنا بيجي يقطع الخشب ده. عايز اقول لكم ان بيجيبوا الاشجار كامله مثلا من غابات بيكون مسموح لهم، يجي يقطعوه كمكعبات كده، ويكون تجهيزا وتمديدا للشتاء القادم. فبياخدوا الخشب ده يروحوا يبيعوه للسوبر ماركت، والسوبر ماركت هنا بياخدوا بارقام يعني بسيطه جدا من الفلاحين، ويبدا يبيعوا بقى للزبائن بسعر غالي. فعشان كده الواحد لما يجي دايما يشتري اي حاجه من الريف هنا فبيكون ارخص، بيدولك بالسعر اللي السوبر ماركت بيشتري اصلا من هنا. ده هنا الكنيسه الوحيدة اللي موجودة في القرية، اللي بيجوا هنا سكان القرية عشان يمارسوا عبادتهم فيها. يوم الحد على فكرة بتبقى مليانة دلوقتي، عشان النهارده السبت طبعا ما فيش حد، فبكرة بيبدأوا يجوا يصلوا كده، واللي بيعمل احتفالات وحاجة زي كده. جيت لي اصور عشان اوريكم المنطقة الرائعة اللي قدام الكنيسة ديت، من طبيعة خلابة وهدوء قد ايه عامل يعني، ما بسمعش غير صوت العصافير. بسم الله ما شاء الله. بذمتكم مش ديت الصورة اللي لما تيجي تسطب ويندوز 7 بتلاقيها على الديسك توب؟ بذمكم مش نفس الصوره؟ مفيش اختلاف، مفيش اي اختلاف. شوفوا مساحه خضراء زي ما انتم شايفين كده، الفرق الوحيد بس الاشجار اللي موجوده هنا. بس شوفوا الشمس قسما بالصوره احلى من صوره الديسك توب. لا والعظمه في الموضوع ايه، علشان خاطر اللي قاعد جوه المدرسه دي، مدرسه ماشي او مدرسه والطلاب اللي قاعدين، شوفوا الازاز محاوط المبنى كله، والازاز ايه بقى مطل على المكان الطبيعي ده. يعني انا مش قادر استوعب الاطفال وهم قاعدين بيدرسوا هيركزوا مع الشرح الاستاذ ولا هيجي يركزوا مع الطبيعه الخلابه ديت. يعني متعه بصريه جميله جدا ما بين الطبيعه والتعليم على الجنب الشمال. شوفوا هي ديت القريه اللي انا وصلت لها، من اول 3 بيوت يبدا يتعدى، اهو بيوت ملونه، لون احمر، لون ابيض، في اسود، بني، كل ما هو الوان. بذمكم المكان ده مش مخيف؟ يعني انتوا شفتوا مسلسل فروم لما في مجموعه من الناس يدخلوا جوه قريه كده مسكونه، مش عارفين يطلعوا من القريه، يمشوا في الشارع يفضلوا يلفوا كده حوالين القريه، يلاقوا في نفسه اما يمشوا في مكان تاني يرجعوا نفس المكان اللي هم انطلقوا منه. انا حاسس نفسي ان انا في القريه ديت. تخيل اني مفيش ولا بشري موجود، ولا بشري قابلني لحد دلوقتي. هنا موجود جرارين، جرار صغير وجرار كبير. الجرار ده معروف ان بيقام ببعض المهام زي مثلا رمي السماد، او انه يحصد ويفحط الارض، حاجات كتير جدا عشان خاطر يحط بذور الزرع اللي هو عايز يحطها، اذا كان فواكه او خضروات. فديت مزرعه صغيره. صاحب الارض هنا طبعا عنده بيت تاني يمكن من الناحيه التانيه، فحاطط بس الجرارات ديت في الجراج هنا وبس. هم دلوقتي تقدر تقول كديكوريشن، لان شكلهم طالعين ابوهم عطلانين وما لهمش اي ديه، حتى الموتور شايله. طبعا للاسف انا جيت هنا علشان كان بيكون في بقر موجود في الارض ديت، بس للاسف مش موجودين النهارده، ويمكن مش موجودين خالص، لان العشب زي ما هو كبير الى اين مش عارف. بس انتوا شوفوا البيت اللي هناك ده
اللي لونه اورنج. الراجل ده منعزل عن العالم كله، هو وده عايشين احلى حياه حرفيا. بس انا مش يعني انا اللي عايز اعرفه ما بيملوش خالص، عايشين في غابات او ما بيخافوش، يعني ما بيخافوش يطلع لهم اي كده اهو يثبتهم. بس الامن والامان يا اخي في المانيا اعلى حاجه في الدنيا. شوفوا الدنيا عامله ازاي، ما فيش دب ولا في خنازير بريه تطلع تاكل الواحد، لا، امن مكان في العالم. اسوأ شيء في العالم تمشي بالعجله او بالاسكوتر في وسط غابات المانيا او في الطبيعه، بيدخل في عينك حشرات ما يعلم بها الا ربنا. ممكن يبقى في كوكتيل حشرات، حشره لونها اخضر متناسق مع الطبيعه، حشره لونها احمر الله اعلم، ممكن يخش ديناصور. ايه اللي دخل في عيني مش عارف. انا جاي استمتع الصراحه، انا ماشي في الطريق ده، طريق انضف من شقتي بعيدا ان المطر نازل. بس انتوا مش جايين تستمتعوا؟ لا اوكي عادي مفيش مشكله. ان لو انتوا حابين نكمل في السلسله اكتبوا لي، انتوا اللي بتستمتعوا بالطبيعه، هيكون في افكار كتير، مغامرات كتير هنعملها، ما عنديش مشكله. طبعا يا شباب موضوع الغروب ده كان طلع فاكس قوي، مش عارف نتفرج على الغروب اصلا، نشوف السحاب عامله ازاي مغطيه الشمس. بس شوفوا الجنب التاني ده، طبعا الجبال اللي انتوا شايفينها اللي موجود عليها البيوت ديت اصلا قريبه جدا من مدينه دورتموند، ديت اسمها هولسن. هولسن ديت اللي موجوده على الجبال اللي انتوا شايفينها ديت. بصوا الجنينه ديت عاملينها لاطفالهم ومنضفه لهم ومقصين كمان الزرع. هنا هتلاقي العاب للاطفال. الله، وريحه الفحم او ريحه الخشب اللي بيولعوه جوه ده اللي بيخرج من المواسير اللي بتكون موجوده على سقف البيوت ده، بيعمل ريحه متناسقه مع الطبيعه حلوه، تحس ان انت عايش على ايام الفايكنج حرفيا. بس بعد شويه لما مشيت حسيت ان ثاني اكسيد الفاسيوم منتشر من المكان، لان ريحه يعني تقدر تقول كده البقر بينتشر في المنطقه هنا. رغم ان المكان حلو وجميل بس مرعب مرعب. يعني تخيل تبقى الساعه 12 بالليل، انا ما بخافش، بس تبقى الساعه 12 بالليل تيجي تمشي كده تلاقي كله كحل كحل. يعني تخيلوا الساعه دلوقتي 9 بالليل مفيش بشر. يا اخي الجنه من غير ناس ما تدس، لا والله تداس عشان ده جنه. طبعا عايز اقول لكم ان الفلاحين هنا ما شاء الله اغنياء، اللي بيعيش في هوسات وفيلل زي دي غني غني مليان فلوس ما شاء الله. بيبيعوا هنا مشتقات الالبان، بيبيعوا حاجات كتير جدا، كل ما هو يبيعه الفلاح في حياته اليوميه. فهنا كلمه فلاح مش معايره على فكره، لا، بس انت تقول انت فلاح عارفين ان جيبك مليان فلوس، لا، وما شاء الله احدث عربيات، تلاقي مرسيدس، بي ام دبليو، لامبورجيني، بورش، كل حاجه، كل حاجه قسما بالله، تسلا. يعني كل انواع العربيات اللي الواحد بيشتغل ويتعب عشان بس يطلع ربع حقها، ان الفلاح ما شاء الله بيطلع حقها في سنتين ثلاثه. مليانين فلوس ما شاء الله. بس شوفوا الحصان الجميل الاسود اللي لونه فحمي ده اسمه حصان فريزيان. ده نوع غالي وشكله ملوكي كده، والصوره دي لوحدها يا جماعه تحفه تحفه لما تشوف الحصان اللي شكله ملوكي ده في وسط الطبيعه. والله الابيض اللي شبه، يعني مش عارف اشبههم بايه، بس يعني كلمه الجمال، اول مره اشوف حصان بالجمال ده ما شاء الله. كل حصان من دول يعني انا متاكد اني متخطى ال 10000 يورو يا جماعه. انا كل ما امشي في الغويط تمام اعدي من غابه الاقي بيوت برضو موجوده. يعني كل ما اقول ان الاماكن دي لا يعيش فيها احد الاقي بيوت واسطبل حصينه وكمان مساحات خضراء شكلها حلو قوي. فانا مستغرب ومتعجب ان ازاي الناس متكيفين ومتاقلمين على الوضع. مفيش حياه مع الناس هنا، فمفيش كونتاكت مع الناس هنا، فمش عارف ازاي متاقلمين. قسما بالله الحسين اول ما شافتني جت عليا، شكلهم جميل جدا. هاي صوتهم عامل زي شوف الابيض ده شكله جميل جدا، بس تحس ان هو غلبان في نفسه او مهلوك. شوف التاني شكلهم حلو. المنطقه فاضيه ما فيهاش اي حد، كل ده اسطبل حصينه والمعدات اللي بيستخدموها للاراضي الزراعيه. مش عارف هو في ايه هنا، بس في بيوت، وبعتقد هنا بيرفعوا لهم الشكاير اللي بيكون فيها الاكل الحصينه وحاجه زي كده. داعم هنا بيبيعوا كراتين البيض، بس بعتقد ان هنا بيبيعوا البيض. هو في العموم مفيش حد هنا، المنطقه فاضيه خالص. شوفوا عربيات تسلا، قلت لكم ما شاء الله الفلاحين هنا ايلون ماسك في نفسهم. انا عايز اقول لكم ان كل ما اتعمق في المنطقه هنا بشم ثاني اكسيد الفاسم المنتشر في المنطقه بجد، اذا كان جاي من الحصنه او جاي من البقر او من الغنم. انا مش قادر استوعب، مش قادر استوعب ازاي البيوت دي. يعني اقرب بيت دلوقتي من البيوت ديت، خلينا نقول اقرب مدينه حوالي 4 كيلو، 4 كيلو بالعربيه، 4 كيلو ماشي. يعني شوف هتمشوا في كام ساعه. كل ديت اسطبلات حصينه. يعني انا الصراحه لولا السكوتر عزه ما كنتش جيت هنا. كل ده اسطبل حصينه. شوف الحصان باصص من الشباك علشان خاطر التهوئه، شكله جميل جدا ما شاء الله. هلو يو سبيك ان انجلش. احب انا اللون الابيض اللي عند القرى اللي ما بين العينين ده، شكله جميل جدا الصراحه. هنا الكرز ده بيكون ببلاش. طبعا انا بحب نوع الفواكه لما ياخد اللون ده، مش اللون الاحمر اللي هو مستوي قوي. خلينا نجربه.
مم. نص نص سوا ببلاش، كله ببلاش مش مسروق، ده محطوط كده في الشارع، الناس رايحه والجايه تاخد منه. طعمه لذيذ. انا خايف اكله الصراحه، والله خايف، حتى ابوك ما تعض ايدي. انا خلاص طعمه حلو، بس اوعى تعضني وبحياة ابوك. ايدي خد. هو بيشمشم، اوه بيخرج هوا سخن، شكله جميل. اول مره في حياتي احط ايدي على حصان، ورب شكله جميل جدا وكيوت. قول حاجه، قول هلو شابوبز. غلبان قوي كده، تحس انه مثقف دارس في مدرسه لغات. قمر. طبعا في بعض اليافطات بتكون محطوطه في الاسطبلات او قدام الاسطبل كده على طول، تبقى عينك عشان انت داخل تشوفها. بيقول لك فربوتن اين تريد فربوتن، يعني ما ينفعش تدخل، خلاص ممنوع الدخول. لو انت ما التزمتش بالتعليمات ديت فهيحصل لك مشاكل من صاحب الاسطبل هنا او صاحب الارض، لانها ملكيه خاصه مش ملكيه عامه. فهنا بقى يقعد تخش في دوشه، وكمان لو شافك بتاذي حاجه او بتقرب ناحيه حاجه هنا فممكن يتصلك بالشرطه على طول تيجي تاذيك. فهنا مش كاتب اي يافطه ان ممنوع خالص ان ادخل جوه، بعتقد يعني مش كاتب. انا لاني دورت دخلت على طول، ويعني شكل صاحب المكان ده متسالم ومتسامح. انا لو ما مشيتش من المكان هخلص القرز اللي فيه. اي حاجه ببلاش كتر منها. ده مستوي، ده احمر قشطه، ده يعني اوكي بس. بسم الله. لا تصدق طعمه حادق، يعني احمر وطعمه حادق. التاني واخد نص، يعني نص سوا، وطعمه احلى من ده. طبعا الطريقه الوحيده ان ينقلوا الحصنه بتاعتهم بقى، اذا كان اسطبل تاني او مثلا سباقات محليه بيعملوها، فديت العربيات اللي بينقلوا فيها الحصنه. شفت العربيات قديمه، عربيات حديثه زي ما انتم شايفين كده، فديت الطريقه الوحيده اللي بينقلوا الحصنه بيها. مش هيركبوا الحصان او ينقلوه في تريلا او حاجه زي كده، لا ده بيحترموا الحصان هنا كمان. فالمنطقه حسيت ان هنا بس الاسطبل اللي حسينها، بس منطقه رائعه. انا اول مره في حياتي جايه حرفيا، ولولا السكوتر عزم ما كنتش هجاها نهائيا. طبعا احنا كنا جينا من المكان ده ودخلنا الشمال ورجعنا من هنا، فالشارع ده ما مشيناش فيه خالص الى الشارع ده. يعني انا من قمه الانبساط. انا بحس المشكله ايه، ان الاماكن ديت هو اصلا من رابع المستحيلات ان يكون في خنازير بريه او اي حيوانات مفترسه. هو في ثعالب، بس الثعالب دي تحسها ان هي غلبانه قوي في نفسها، تشوفك بتجري يعني متسامحه مع البشريه هنا. يعني اغرب قصه حب ما بين ثعلب وبشري. في شيء انا اتعلمت الصراحه، ده ذكاء مش شيء اتعلمته، بس انا ذكي ما شاء الله، بتعلم اي حاجه بسرعه. بس ما علينا. اللي انا لو معيش الجي بي اس والتغطيه فاصله بشكل كامل، فانا بعتمد على نظام اليافطات. والمانيا الصراحه يعني في كل شارع تلاقي يافطه والسرعه المكتوبه، وده بحيث ان اللي ماشي بالعربيه ما يمشي، ما يتوهش او يروح مكان غلط، فيبقى عارف المسار بتاعه ويتجه على انهي مدينه. فده انا اتعلمت منه كتير جدا الصراحه. واللغه برضو بتلعب دور مهم جدا، عشان دي برضو بتعرفك الطرق الممنوع تمشي فيها. احيانا يبقى يقول لك ان في باوشتيلا التصليحات ممنوع تمشي هناك، يبقى كاتبك بالالماني وعامل لك علامه الباوشتيلا. ولكن احيانا الناس اللي بيكونوا مسافرين من بلد تانية ومعاهم رخصه دوليه فما بيبقوش عارفين. فعشان كده الواحد يتعلم اللغه ويمارسها بشكل كويس هيعرف كل حاجه. شوفي الجي كلاس ده جامده جدا. في محطه اتوبيس هنا ومحطه اتوبيس هنا، اليزابيث. المحطتين دول بيودوا على حمام سباحه مفتوح هنا. فحلو ان في وسط الغابات هنا موجود حمام سباحه، بس 100% قافل دلوقتي، ما بيفتحش غير بس في فترات الصيف لما يكون الجو حر قوي. دلوقتي عشان في برد وشتاء وكده، فحمام السباحه ده ما بيفتحش دلوقتي خالص. انا فين؟ انا مش عارف، انا تايه في الغابه. طبعا زي ما انا قلت لكم، احس نفسي اني داخل قريه فروم، لا فيها تكنولوجيا ولا فيها تليفونات شغاله ولا تغطيه ولا اي حاجه. هنا يعتمدوا بقى على نظام الاعلانات الكلي. النظام الكلي اللي بيعتمدوا عليه الاعلانات هو ان المسؤولين عن الاعلانات او حاجه زي كده يجوا يفتحوا الباب ده او الازاز الشباك اللي انتم شايفينه ده بشكل عام، ويبدا يحط الاعلانات زي ما انتم شايفين كده. اوراق مثلا لو في تجمعات العائليه هتحصل في منطقه كذا بالعنوان، يجي يحطوا اليافطه او الورقه هنا زي ما انتم شايفين كده. مثلا بيقول لك اشربوا قهوه، برضو تاخدوا العاب للاطفال، تجمع للعائلات هيتكلموا عن حاجات دينيه وكاتبين العنوان هنا. برضو بيقول لك ان مثلا الدولاب اللي موجود فيه اكل ببلاش متبرعين بيه، هتلاقيه فين والعنوان. بدل ما يعتمدوا على المنصات السوشيال ميديا وكده وينشروا الاعلانات ديت، لا شايفين ان في كبار
السن، في ناس ما بتفهمش في الالكترونيات، التليفونات، يفهموا في النت، فعارفين يحطوا لهم الاعلانات ديت بحيث لما كبار السن يمشوا في الراحه والجايه يشوفوا الاعلانات ديت ويقراوا، بيبقى في اقبال على فكره على الموضوع ده، وبياخد نسبه نجاح بتبقى فوق ال 90%. على فكره رغم القريه الريفيه اللي احنا بنشوفها مساحتها صغيره وعدد سكانها يعني تحس ان هو اكتر من 100 نسمه، عزيزي المشاهد، عايز اقول لكم ان الاماكن ديت فيها مدارس، في هنا كذا عياده عشان يجي يكشفوا، ومتوفره بكل الخدمات برضو اذا كان من وسائل نقل زي الاتوبيسات، التكاسي، الحاجات دي، فهي مش منطقه معدومه الحياه، فموجود فيها كل ما الانسان يريده موجود فيها، ولكن الحاجات السيئه فيها ان من بعد الساعه 5 العصر كده تقدر تقول، لان هنا احنا في التوقيت الصيفي فالشمس تبدا تغيب الساعه 10 بالليل، وحاليا الساعه 9:30 فالشمس خلاص بدات تغيب. فاحنا بنتكلم دلوقتي على التوقيت الشتوي او في الصيف الناس بتبدا تنام بدري، فما فيش اكتيفيتي، فعشان كده تلاقي المنطقه هنا ميته بس للسكن للبيت للنوم، حتى ما فيهاش شغل. وصلت عند البنزين هنا قلت اخد استراحه محارب شويه. شوفوا الديزل هنا اللي عامل يورو 83 سنت، والبنزين برضو عامل يورو 99 سنت، يعني داخل على ال 2 يورو. ايام الازمه وكده كان كل شويه البنزين والديزل يرتفع، فالناس هنا ما كانت بتركن عربياتها وتتكل اكتر على المواصلات، اذا كان يركبوا القطر او الاتوبيس. دي بعتقد بيبيع حاجه كده زي، خلينا نشوف، زيت للعربيه، قطع غيار للعربيات، حاجات كتير. طبعا دلوقتي انا المفروض اشغل النور بتاع الاسكوتر، قسما بالله كان في بوليس ماشي دلوقتي وكان في قدامه عربيه، حد ماشي مدني، كانت بنت، فالبوليس وراها، والبنت لما شافتني جاي من بعيد قسما بالله راحت عامله لي كده، نورت لي مرتين، فببص لقيت بوليس، رحت مشغل النور على طول، الشرطه شافتني ومشيت عادي، ما عملوش اي مشكله، بس البنت حذرتني سبحان الله. يعني انا اول مره اتعرض لموقف زي ده من الالمان حرفيا. شوفوا ده برضو الماركت المسؤول عن البنزينه بشكل عام، تيجي تعبي البنزين لنفسك هنا وتخش تحاسب على طول. هنا الخدمه تقدر تقول كده زلبس بدينين، يعني انت اللي بتخدم نفسك في البنزينه هنا، محدش هيخرج يعبي لك بنزين، لوحدك بتعمل كل حاجه. تخيلوا ان الشارع ده ورسمه العجل اللي انتم شايفينها دي كاتبين حتى هنا شارع العجل، الشارع ده كله للعجل، ولكن الاولويه بتكون للعجل هنا، بس بيمشي فيه الاتوبيس والعربيات، علشان كده اي شارع هتلاقوا مرسوم عليه عجل لازم يكون الاولويه دايما للي ماشي بالعجل، لازم اللي ماشيين بالعربيه والاتوبيس يكونوا مدينه الاولويه ويحترموا الطريق ده علشان هو ليه بشكل عام. شوفوا اللي عامل ازاي، ما تسمعش بس غير صوت العصافير وانا ماشي في الشارع. فبس يا شباب لو عجبكم اني ناخد لفات ونعمل سلسله حلوه جدا بعزوتي حبيبتي، فما عنديش مشكله، اكتبوا لنا في الكومنت عشان نكمل السلسله، الفيديو اللي انتم حابين نعمله المره الجايه بعزة السكوتر. اسعد الله اصفاركم بالسكوتر او بالعجله او بالطياره. اشوفكم فيديو جديده، مع السلامه.